السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشري الفيديوهات على اليوتيوب. فضلا وليس أمرا أخواتي الحبيبات، اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد، فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد. النهاردة هنكمل درس الموارد. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند تعريف التلوث، بس في قبل ما ندخل على ما بعد التلوث في عندنا سؤال مهم جدا، وهو عن بما تفسر. قبل بس ما نبتدي الدرس، يا ريت تشيروا الحلقة على الفيسبوك، وتقولوا لزمايلكم إن مدرسة تيوب فيها الدروس الدراسات الاجتماعية والعلوم وغيرها من المواد المرحلة الابتدائية، وتعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم الجديد. عندنا بيجي يقول لي بما تفسر تمثل منطقة حلوان ومنطقة شبرا الخيمة، عفوا تمثل منطقة حلوان ومنطقة شبرا الخيمة أكتر مناطق من جمهورية مصر العربية تلوثا. يقول لي بما تفسر ان منطقة حلوان ومنطقة شبرا الخيمة من اكتر الموارد الطبيعية تلوثا. الاجابة بسبب تركز صناعة الاسمنت والنسيج بهما بسبب تركز صناعة الاسمنت والنسيج بهما. احنا قلنا ان هي ممكن تجي لنا في نقط ان هي ان حلوان وشبرا الخيمة من اكتر مناطق تلوث لوجود صناعة كذا وكذا اللي هي الاسمنت والنسيج، وكمان ممكن تجي لي في صورة بما تفسر. بعد كده هندخل على، بعد ما عرفنا التلوث هندخل على الموارد البشرية. تعريف الموارد البشرية: هي الموارد التي يقوم، التعريف احنا المرة اللي فاتت عملناه بألوان ايه عشان نبقى ماشيين بنفس الألوان. عملنا التعريف باللون الأصفر، يبقى التعريف هنا بيقول لي هي الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لإشباع حاجاته من المنتجات الزراعية والصناعية. يبقى ده تعريف الموارد البشرية. الموارد البشرية هي عبارة عن هي الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لإشباع حاجاته مثل المنتجات الزراعية والصناعية، زي مثلا السيارات، زي الأقمشة، زي التلفزيونات، زي أي شيء الإنسان بيقوم بصناعته. هي دي الموارد البشرية. الإنسان علشان يعمل الموضوع ده بيمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية، نعملها بالالوان باللون اللي هو بتاع النقط. بيمارس العديد من الانشطه الاقتصاديه، ويحول الموارد الطبيعيه لمنتجات تشبه حاجات الانسان. دي ممكن تجينا في صوره نقط. يبقى بيقول لي ان علشان الانسان يشبه حاجاته ويعمل منتجات او موارد خاصه به، الموارد البشريه بيقوم بالعديد من الانشطه الاقتصاديه اللي بيحول من خلالها الموارد الطبيعيه لمنتجات يشبع بيها حاجاته. زي ايه مثلا؟ زي العربيات. تعالوا كده نشوف السيارات بتتعمل ازاي. عشان الانسان يعمل السيارات ينتقل من خلالها من مكان لاخر، بيعمل مصانع، بيجيب فلوس ويبني مصنع ويجيب آلات عشان لهذا المصنع، وبعد كده بيستخدم الحديد وبيستخدم الموارد الموجودة في الطبيعة. طبعا الحديد ده بيستخرج من الأرض، يعتبر مورد من الموارد الطبيعية، وبيقوم بتصنيعه ويحوله لمنتجات هو بيحتاجها في حياته اليومية. يبقى دي قصة ان الانسان عمل نشاط اقتصادي واستخدم موارد طبيعية زي الحديد مثلا عشان يعمل السيارة اللي هي يشبع بيها حاجاته. وده كده مثال على الموارد البشرية، ان الانسان قام بنشاط اقتصادي عمل من خلاله استخدم فيه الموارد الطبيعية لتصنيع المنتجات اللي بيحتاج اليها. يبقى بيعمل نشاط اقتصادي بيحول الموارد الطبيعية لمنتج الانسان بيحتاج اليه. طبعا امثله على الانشطه والامثله دي مهمه على فكره. زي السوق، ال على الموارد البشريه: الاسواق التجاريه، النمو وتزايد وسائل المواصلات، السياحه تعتبر نموذج من الانشطه البشريه، وكمان الزراعه وانتاج الغذاء.
هنا في حاجات مهمة جدا يا جماعة عايزين بس نركز عليها. يقول لي بما تفسر، يجي مش بما تفسر بقى، بيقول لي ما النتائج المترتبة على النشاط البشري في الصناعة. يبقى هنا يقول لي ما النتائج المترتبة على النشاط البشري، على النشاط البشري في الصناعة. يبقى ما هيقول لي ما النتائج المترتبة على النشاط البشري في الصناعة. أول حاجة لو قال لي النتائج المترتبة على زيادة النشاط البشري في الصناعة، هتكون الإجابة بتزايد نمو المدن وتزايد وسائل المواصلات وتزايد نتيجة النشاط البشري في الصناعة. يبقى لو قال لي ما النتائج المترتبة على النشاط البشري في الصناعة، هقول له نمو المدن وزيادة وسائل المواصلات. نمو المدن وزيادة وسائل المواصلات. في ممكن سؤال كمان يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على وجود الموارد البشرية. ما النتائج المترتبة على وجود الموارد البشرية؟ هقول له ايه بقى الإجابة؟ أول حاجة هقول له وجود الأسواق التجارية. أول حاجة هقول له وجود الأسواق التجارية، يبقى الإجابة هتبقى وجود الأسواق التجارية. نمو المدن وتزايد وسائل المواصلات نتيجة النشاط البشري في الصناعة. وجود السياحة. الزراعة وإنتاج الغذاء. الزراعة وإنتاج الغذاء التي يستثمر فيها الإنسان الموارد الطبيعية. الزراعة وإنتاج الغذاء التي يستثمر فيها الإنسان الموارد الطبيعية. يبقى الأربع نقط دول هيجولي لو قال لي ما النتائج المترتبة على يعني وجود الموارد البشرية. يبقى لو قال لي ما النتائج المترتبة على وجود الموارد البشرية، هقول له السوق التجاري، نمو المدن وتزايد المواصلات نتيجة النشاط البشري في مجال الصناعة. وجود السياحة وجود السياحة. الزراعة وإنتاج الغذاء كمجال يستثمر فيه الإنسان الموارد الطبيعية. طيب ممكن يجي يقول لي كمان إيه عشان تبقى بس الأمور مفهومة؟ ممكن يجي يقول لي نقط، بس نشرح الأول موضوع الزراعة. طبعا الإنسان الأول كان الأول بياكل من النباتات الطبيعية اللي بتبقى موجودة على الأرض. مع انحصار المية وتركزها في أماكن معينة، ومع زيادة عدد البشر، ابتدى الإنسان يزرع، ابتدى الإنسان يقوم بالزراعة بنفسه. فابتدى إن هو ياخد البذور من الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، وابتدى إن هو يزرع وينتج الغذاء بتاعه. ابتدى ان هو يزرع وينتج وينتج الغذاء بتاعه. نرجع تاني لدرسنا. وينتج الغذاء بتاعه، وبالتالي أصبح بيستثمر في الموارد الطبيعية وينتج غذائه. فأول حاجة يبقى دي بالنسبة للجزئية بتاعة الزراعة. يبقى لو قال لي النتائج المترتبة على وجود الموارد البشرية، هنقول له ان الأربع نقط دول. طيب ممكن يسألني يقول لي الزراعة وإنتاج الغذاء هو نشاط استثمر فيه الإنسان نقط. هو نشاط استثمر فيه الإنسان إيه؟ الزراعة. وإنتاج الغذاء الإنسان استثمر فيه إيه؟ الموارد الطبيعية. طبعا هنا التعليم مش هيبان عشان اللون غامق، هنعلمه مثلا باللون الأحمر. الإنسان استثمر فيه الموارد الطبيعية. يبقى الإنسان استثمر إيه في الزراعة وفي إنتاج الغذاء؟ استثمر الموارد الطبيعية. طيب النتائج المترتبة على الاستثمار البشري في مجال الصناعة: نمو المدن وزيادة المواصلات. النتائج المترتبة على وجود الموارد البشرية: السوق التجاري، نمو المدن وتزايد وسائل المواصلات نتيجة النمو النشاط البشري في الصناعة. السياحة كنموذج للأنشطة البشرية، والزراعة. وده كان الدرس بتاع الموارد. اتكلمنا على الموارد الطبيعية والموارد البشرية، اتكلمنا عليهم بالتفصيل. المطلوب من الطالب انه يذاكر كل اللي قلناه، سواء من نقط او تعليلات او بما تفسر او نتائج مترتبة. لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار، يسيبه تحت شاشة الفيديو في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم. ونشوفكم ان شاء الله في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.